بيبدأ مسلسلنا النهاردة ببطلتنا رعن، وبنعرف إنها سابت بيت عيلتها الغنية جدا واشتغلت حارس أمن علشان أبوها وأمها رافضين ارتباطها بحبيبها تيان. وفي يوم بطلتنا بتتفاجئ بأبوها ورجالته بيطردوها علشان تتجوز واحد من عيلة غنية زي عيلتهم، فبتضطر رعن تهرب منهم علشان هي وتيان بيحبوا بعض من فترة طويلة ومتفقين على الجواز. المهم إنها بتطلب من أبوها يسيبها 3 سنين كمان وهي هترجع البيت مع جوزها، فأبوها بيطلب من المساعد هان يراقبها من غير ما تحس وكمان يحميها. وبعد 3 سنين بنشوف بطلنا السيد فو اللي عامل نفسه عامل بسيط في شركة مقاولات، مع انه الوريث الوحيد لعائلة فو واللي هي اساسا من اغنى عائلات الصين، وبيكون هربان من جدته علشان عايزة تجوزه وتلحق تشيل احفادها قبل ما تتكل على الله. وبطلنا اول ما بيشوف الحراس اللي جايين ياخدوه لموعد غرامي اعمى بيجري منهم، وران بتشوفه فبتخبيه تحت فستان زفافها واللي لابسه عليه بدلة الشغل، وبصراحة مش فاهم ليه. المهم انها بتفتكره حرامي وبتنصحه يشتغل ويكسب فلوس حلال بعرق جبينه، وبتبعته للمجموعة بتاعتها وبتقول له يعرفهم انه تبع الآنسة رعن. فبطلنا بيحاول يفهمها انه راجل محترم وبيكسب كويس، ولكنها مش بتصدقه وبتديله كمان 200 يوان وبتقول له سلام انا بقى. والموقف ده بصراحة بيثير فضول بطلنا. اما رعن فبتطلب من ابوها عقد بمليار يوان لخطيبها يوقعه بعد الزفاف، وكده اخيرا اهلها وافقوا على جوازها من تيان، وبتقرر انها تعرفه حقيقتها بالكامل في حفلة الزفاف. ولكنها لما بتوصل بتعرف ان الخاين هيتجوز واحدة غيرها. في الوقت ده فو بيكون ماشي وراها ومهتم يعرف حكايتها ايه بالظبط، وبنرجع لبطلتنا اللي بتدخل تعاتب الخاين وعروسته وبترميها على الارض وبتقول لها انه انفصل عنها خلاص. والحيزبونه امه بتقول لبطلتنا ان ابنها هيبقى غني ومش ممكن يتجوز واحده فقيره زيها. وران بتفكرها انها اشتغلت سنين كتير علشان تصرف عليها هي وابنها من ايام ما كانوا بيجمعوا خرده من الشوارع. فالخاين البجح بينكر خيرها وبيقول لها ازاي واحده فقيره زيها هتصرف على واحد غني زيه، وبيتنمر على فقرها وتعليمها المتوسط، وبيقول ان عروسته الجديده متعلمه وغنيه. فبطلتنا بتعرفه انها وريثة عيلة كوي كان وكانت هتساعده، ولكن من دلوقتي خسارة فيه كل حاجة. وبتروح للسيد فو واللي شكله فقير وبتعرض عليه الجواز، فالاندال بيتنمروا عليها وبيقولوا ان حتى العامل الفقير مش عايز يتجوزها، ولكن فو بيديلهم في وشهم وبيقول لهم انهم ما يعرفوش يفرقوا الجوهرة من الازاز، وبيقرر انه يتجوزها ويبقى ضرب عصفورين بحجر. اولا هيكسب فيها ثواب، وثانيا هيرتاح من زن جدته وموعدها العمياء اللي قرفته دي. والخاين بيقول لها انها خسرت راجل غني وهتتجوز واحد فقير. وران بتعرفه ان المشروع ابو مليار ده كان هدية جوازهم وما يحلمش اساسا انه ياخده خلاص، فبيتنمر عليها وبيهزقها. فبطلنا بيقول له يلزم حدوده علشان هي من دلوقتي تبقى مراته وسيدة عيلة فو الغنية ولازم يحترمها. وطبعا بطلتنا بتعجب بالفقير اللي بيكذب علشان يدافع عنها. وبعدها ابطالنا بيتجوزوا، وران بتقرر تاخده يعيش معاها وبتركبه وراها على الدراجة الكهربائية. ولما بيوصلوا بيتها بيعجب بطلنا بشكله والديكور البسيط والراقي في نفس الوقت، وبطلتنا بتجيب له لبس علشان يغير، وبتعجب بشكله جدا لما بيلبس نظيف كده، وبتقول له انهم هيتغدوا بكره في فندق لوتشي. فبطلنا بيستغرب علشان اقل وجبه في الفندق ده هتكلف مليون، وبيتصل على المساعد علشان يحجز له جناح في نفس الفندق. وبعدها بنعرف ان الفندق ده يبقى ملك عائلة رعن، وبتوصل بطلتنا الفندق علشان تجهز الروف لميعادها مع جوزها. وفي الوقت نفسه بيوصل الخاين وخطيبته وبيكون حاجز ميعاد للغدا على الروف، والحيزبونه امه بتعتقد ان الفندق ده ملك خطيبة ابنها. والحربايه بتهيص في الهيصه وبتعمل انها فعلا بنت المليونير صاحب الفندق، وكمان بتتنمر على بطلتنا علشان لبسها رخيص. وبالصدفه بيكون امن الفندق لسه جديد وما يعرفش بطلتنا، فبيصدقوا ان الحربايه تبقى بنت صاحب الفندق. والغبي بيبعد ران بغباوه وبيجي بطلنا وبيمسكها قبل ما تقع وبيزعق للامن الغبي وبيقول له انت عايز تموت ولا ايه؟ انت ازاي تلمس مرات السيد فو؟ ووقتها الخاين بيكذبه وبيقول عليه انه مجرد عامل فقير ولابس بدله بس علشان يتظاهر انه يبقى المليونير فو. وامن الفندق الاغبياء بيصدقوا، فبتضطر ران تتصل على المساعد سينيان، وده لانه يعرفها كويس جدا. ولكن الحربايه بتوقع منها التليفون وبطلتنا بتضربها علشان كسرت التليفون الحصري اللي ابوها عمله في امريكا مخصوص علشانها وثمنه كمان مليار دولار. وبتحصل مشكله بسببه وبيخرج مدير الامن، فبطلتنا بتطلب منه ينده سينيان المساعد بتاعها. فالغبي بيتعصب عليها وبيأمر الحارس انه يطردهم وبيرحب بالخاين وخطيبته. فبطلتنا بتوقفه وبتقول له يتاكد الاول ان الحربايه هي بنت صاحب الفندق. فالحربايه بتهرب من الموضوع ده علشان ما تتكشفش، وبتقول لران يعني هي اللي تقدر تثبت انها وريثه المليونير صاحب الفندق. فبطلتنا بتحرق دمها وبتقول لها ان الروف مش بيفتح الا لبنت مالك الفندق، وكمان الاسانسير مش بيفتح الا ببطاقه مخصوصه. فالخاين بيقول لمراته
بكل ثقة وتكبر توريها انها تعرف تفتح كل ده. وفعلا بيدخلوا الفندق وبطلتنا بتقول للحرباية بما انها الوريثة فياريت توري لهم ازاي هتفتح الباب الامامي. وطبعا الحرباية مفيش معاها ولا بطاقة ولا اي حاجة، فبتكون متوترة جدا ساعتها، ولكنها بتلاقي معاها بطاقة ذهبية من واحد من صحابها فبتجربها على باب الاسانسير، ولكن للاسف بتفشل. ومدير امن الفندق بيعرف انها مش بنت المليونير، ولكن البجحة بتقول له انها نزلت مستعجلة ونسيت البطاقة بتاعتها. وبطلتنا بتشوف البطاقة الذهبية ودي بطاقة مع كل افراد عيلتها، وبتستغرب جدا هي الحرباية دي جابتها منين. ووقتها بتعرض عليهم ران انها تفتح لهم باب الاسانسير وبتطلع البطاقة بتاعتها، ولكن جوزها القمر بيخاف عليها من الاحراج وبيحاول يمنعها، ولكنها بتطمنه انها تقدر تفتحه. فالحرباية بتراهنها لو فتحته هتنحني احتراما ليها قدام الكل حالا. المهم ان بطلتنا بتقدر فعلا تفتح الباب، وساعتها كل الامن بينزلوا تلطيش في وشهم وبيعتذروا لها وبيضربوا الحرباية وبيطردوها هي واللي معاها. وبيقتنع بطلنا والموجودين انها فعلا بنت المليونير، ولكن عمال الصيانة بيقولوا ان الاسانسير عطلان. فالحرباية بتاخد الامن وراها وبيطلعوا علشان ترزل على ابطالنا وهم بياكلوا، وبتقول لبطلنا ان ران فتحت الباب بالصدفة لانه عطلان. وساعتها الامن كان هيمد ايده عليها، ولكن بيوصل مساعد الرئيس فو وبيقول له يحترم انها مرات الرئيس التنفيذي لمجموعة فو. فبطلتنا بتقول لنفسها ممكن يكون جوزها يكون غني بجد ولا حاجة، ولكن الخاين بيقول ان بطلنا جايب شوية ممثلين وبيعمل عليهم نمرة، وحراس بطلنا بيمسكوهم علشان يضربوهم. ولكن ران بتضرب على جرس انذار الفندق اللي معاها، وساعتها بيوصل المساعد والحراس، ولما بيشوف ران بينحن لها وبيضرب كمان مدير الامن كام قلم كده وبيفصله من الشغل، وبيطرد الخاين والحرباية وامه وبيلغي عضويتهم. اما فو فبيستغرب ان مراته طلعت بنت مليونير وبيستأذن منها علشان يعمل مكالمة. ووقتها الحيزبونة بتتخانق مع خطيبة ابنها وبتقول للخاين يرجع لبطلتنا بنت المليونير الغنية. ووقتها بيشوفوا فو وهو بيشكر المساعد سينيان وبيديله فيزا فيها ملايين علشان يعامل ران بشكل كويس. والحرباية بتقول لجوزها كده الحكاية خلاص بانت، وبتفهمه ان فو دفع رشوة للمدير علشان يقول ان ران تبقى بنت المليونير. وبعدها بتقرر بطلتنا انها تسحب المشروع ابو مليار دولار من الخاين وتديه لجوزها فو. وساعتها مساعد فو كان هيخبطها بالغلط، ولكن بطلنا بيحضنها بسرعة وبيقول لها انه هيجهز شقتهم الجديدة وهيجي ياخدها، وبعد كده بيركب عربيته وبيمشي. اما ران فبتفتكر انه مأجر العربية وبيصعب عليها المصاريف الكتير اللي بيصرفها علشان يساعدها، وبتقول للمساعد بتاعها انها عايزة تختار مكان كويس لحفلة الزفاف، فبيقول لها على قصر زايك اللي شركتهم لسه محدثاه. في نفس الوقت ده مساعد بطلنا بيقول له على نفس القصر علشان يعمل فيه حفل الزفاف. وبعدها فو بيتصل على ران وبيقول لها على رقم الشقة، فبتقول له انها قريبة من المكان وهتجيله حالا. ولما بتروح تتفرج على الشقة بتقابل الحرباية وبتكون حاجزة نفس الشقة برضه. وبنعرف ان الخاين بياخد مفتاح الشقة الاحتياطي من المدير بعد ما دفع له رشوة علشان يفرج عروسته عليها بس، وبيوعدوا انهم مش هيلمسوا اي حاجة من الشقة. ولما بيوصل عند الشقة وبيشوف ران بيقول لها هو انت ورايا ولا ايه، وبيقول لها ان الشقة دي بتاعته هو عروسته. ولما بيحاول يفتح الباب مش بيعرف، فبطلتنا بتضحك عليه وبتقول له يا خسارة شكلك ما تعرفش التحديث اللي حصل. وبتعرفه ان الباب بيتفتح بالتعرف على وجه المالك، وبتقف قدام الباب وبيفتح بمنتهى البساطة. والبجح بيكذب على عروسته الحرباية وبيقول لها ان ران موظفة في الصيانة وعلشان كده الباب بيتعرف عليها. وبيدخلوا الشقة والخاين بيقول انه اشترى الشقة بمليار دولار. فبطلتنا بتضحك وبتقول له المليار ده مش تمن ازازة العصير الاحمر ده. وساعتها ازازة العصير الغالية دي واللي تمنها 100 مليار بتزوغ في عين الحرباية وبتقرر انها تشرب منها. والخاين مش بيعرف يشغل انوار الشقة، وبرضه بطلتنا بتضحك عليه وبتتنمر على جهله وبتسقف بايديها فالانوار كلها بتشتغل. وساعتها الحرباية بتشك في الخاين وبتقول له ايه الحكاية، هي شقتك يا عم ولا لا؟ فبيتصل على المدير وبيقول له يجي له فورا علشان في حد بيغلس عليه. وفعلا بيجي المدير المرتشي ولسه هيطرد ران بيجي جوزها القمر وبيقول لهم يبعدوا عنها، ولكن بيحس انه غلط في الشقة فبيحاول ياخد مراته ويخرج. ولكن ران بتأكد له ان هي دي شقتها اللي حجزتها علشانه، وبتسأل الخاين لو دي شقته هو عارف ايه بقى اللي جوه في أوضة النوم. فبيقول لها ايوه طبعا، هيكون فيها ايه غير الزهور والبالونات وخواتم الزفاف. فبطلتنا بتقول له طب ايه رأيك ان في خزنة في أوضة النوم؟ فبيتنمر عليها هو والحرباية وبيقولوا خزنة ايه اللي هتكون جوه. فبطلتنا بتقول لهم خلصتوا تنمر وضحك خلاص، ما تيجوا بقى نشوف ايه اللي جوه. وفعلا لما بيدخلوا بيطلع كلام ران صح وفي خزنة على السرير. فالحرباية بتتخانق مع خطيبها وبتقول له ايه الحكاية يا عم انت؟ والخاين البجح بيقول لها ان ران تبقى موظفة الصيانة زي ما قال لها قبل كده، واكيد هي دخلت من وراه وعملت كده علشان تعمل لهم مشكلة.
مشكله. فبطلتنا بتقول له مفيش فايده، برضه مش عايز تعترف. طب يا سيدي قول لنا انت بقى ايه اللي جوه الخزنه. فالخاين بيقول لها تقول لو هي واثقه من نفسها قوي كده. فبطلتنا بتقول له فيها خواتم الخطوبه وانها محضراها علشان جوزها. فالخاين هو كمان بيقول ان الخواتم دي بتاعته هو وخطيبته. وساعتها ران بتقول له انها متوقعه انه هيقول كده، وبتقول له تمام مش الخواتم بتاعتكو، طب افتح الخزنه كده وجرب. ولكنه طبعا مش بيعرف يفتحها. فران بتقول له يبقى كده خلاص الشقه مش بتاعتك. والخاين عارف ان بعد 3 محاولات الخزنه مش هتفتح خالص. ولما بيحاول مرتين بطلتنا بتبعده وبتفتحها في ثواني وبتطلع الخواتم وبتلبس جوزها الخاتم وهو كمان بيلبسها الخاتم. والحربايه بتضرب خطيبها ومش بتعرف تخلص من رعن. فبتقرر انها تسبب لها مشكله وبتعمل انها عايزه تشرب معاها كاس من العصير الغالي ده، وبتمثل انها تديلها الازازه ولكن بتسيبها تقع على الارض تتكسر. فالمدير بيزعق لها علشان الازازه 10 مليار. بس وقتها بيجي مساعد السيد فو وبيضرب المدير. وفي الوقت ده ران بتقلق وبتقول هو ممكن جوزها يكون فعلا المليونير فو. وساعتها المدير بيعترف ان الخاين ده اداله رشوه علشان يفرج خطيبته على الشقه. ولما الحربايه والخاين بيفكروا انهم يمشوا بطلنا بيوقفهم وبيأمر بتفريغ الكاميرا علشان اللي تسبب في كسر ازازه العصير يدفع ثمنها يا اما يتسجن. ولكن الحربايه بتفضل طول عمرها حربايه وبجحه كمان. فبتقول لهم ان رقم الشقه ده هو رقم شقه بنت المليونير، يعني الشقه بتاعتها، فتكسر اللي يعجبها. وساعتها ران بتقول لها لما هي صاحبه الشقه ما عرفتش تفتح اي حاجه فيها ليه. فالبجحه بتقول لها عادي يعني انا عندي شقق كتير واكيد طبعا اتلخبطت بينهم. فبطلتنا بتقترح انهم يتصلوا على المجموعه اللي الشقه دي تبعها. ووقتها الحربايه بتتحجج انها اتاخرت ولازم تمشي. وكمان هي وعدت ابوها انها تخفي هويتها وبتاخد خطيبها وبتجري على طول. ولما ران بتجري وراها فو بيمسكها وبيقول لها هي اندمجت في تمثيل دور بنت المليونير ولا ايه. فبطلتنا بتاكد له انها فعلا بنت المليونير وانه هيشوف الكلام ده ويتاكد بنفسه لما يوقع المشروع ابو 100 مليار. ولكن برضه فو مش بيصدق اي حاجه وبيقول لها تروح لشقته اللي حجزها واللي تبقى جنب الشقه دي. ولكنها برضه بتصمم انها تفضل في شقتها. فبيشيلها وبياخدها على طول على شقته. بس لما بيروحوا للشقه مش بيعرفوا يفتحوا الباب علشان بيانات فو مش متسجله اساسا. وساعتها جدة بطلنا بتتصل عليه وبيعرف انها في المستشفى وبيقول لها انه هيروح لها حالا. فران بتقول له انها هتروح معاه وفعلا بيوصلوا. وبنعرف ان جدته بتمثل عليه انها تعبانه علشان يتجوز. فبطلتنا بتقعد جنبها وبتقول لها انها تبقى بنت مليونير. ولكن فو بيقول ان مفيش داعي يكذبوا يعني على جدته. وبيقول ان مراته حارسه فقيره وبنت ناس طيبين. بس الجده برضه بتفرح انه اتجوز وبتقرر تديها اسوره اليشم اللي ثمنها 300 مليون. ولكن بتكتشف انها سابتها في البيت. فبطلتنا هي كمان بتعتقد انهم بيمثلوا عليها انهم من الاغنياء. والجده بتقول لها انها هتعمل لهم حفله زفاف في المالديف. وساعتها ران بتلاقي تقرير صحي للجده وبتعرف انها مصابه بالخرف. المهم ان الجده بتغصب عليهم يباتوا معاها في السرير اللي جنبها. وتاني يوم بطلتنا وجوزها بيروحوا حفله توقيع عقد شركتها والامن بيمنعهم من الدخول علشان مفيش معاهم دعوه. وبيكون بطلنا نسي يجيب الدعوه بتاعته. فالامن على طول بيطردهم من المكان. ووقتها بيوصل الخاين وخطيبته وطبعا هو فاكر ان هو اللي هيوقع العقد ده. وبيتنمروا على ابطالنا قبل ما يدخلوا الحفله. والامن بيكون لسه برضه مصمم على طردهم. وساعتها بيخرج مساعد السيد فو من جوه وبيهزأ الامن وبيعرفهم انه الرئيس التنفيذي لمجموعه فو. وبعد ما بيدخلوا الحربايه بتتمنظر بفستانها الغالي وبتتنمر على ران اللي جايه من الريف بلبسها العادي ده. والحربايه بتنده للامن يخرجهم من الحفله. وهي واصحابها بيقولوا ان الحربايه بنت المليونير رئيس مجموعه كويكان. فبطلنا بيهددهم انه ممكن يخفيهم هم وعائلاتهم من البلد. وبتحصل شويه حوارات كتير على مين اغنى من التاني. والكلام ده بيحصل مع اغنى 3 عائلات في الصين. ولما ران بتقول لجوزها يسيبها تتصرف بيقول لها تستنى 3 دقايق بس وتشوف ايه اللي هيحصل. وبيقول لها ان كبار العائلات هيوصلوا هيربوا ولادهم. ولما الشباب دول بيبداوا يتنمروا على بطلتنا بياكلهم كل واحد بالرجل. وران بتضرب الحربايه بالقلم. ووقتها الحربايه بتنده ضيوف الحفله وبتكلمهم بصفتها وريثه مجموعه المليونير صاحب الحفله وبتطلب منهم يضربوا بطلنا اللي اتعدى عليها وعلى خطيبها. ولما الضيوف بيبداوا يتجمعوا بيوصل ابو كل واحد من ال3 عائلات وبيضرب ابنه علشان تسبب في تدمير وافلاس العيله. وبيغصبوا على اولادهم ينزلوا على الارض ويعتذروا للسيد فو. فبتضحك ران علشان كانت شاكه فيه. وبكده بتتاكد انه الرئيس فو اغنى راجل في المدينه. المهم ان الاهالي بعد الاعتذار بياخدوا ولادهم وبيمشوا. اما الخاين فبيتعصب على خطيبته انها وقعته في مشاكل مع السيد فو وبياخد كاس عصير وبيروح يعتذر له على سوء التفاهم اللي حصل بينهم. وبيقترح انهم ينسوا كل اللي فات ويبداوا شغل مع بعض من اول وجديد. فبطلنا بيقول له وماله يا اخويا ولكن تعتذر لمراتي الاول. ووقتها الخاين الغبي بيرفض انه يعتذر لها علشان هو رجل اعمال غني انما هي مجرد حارسه فقيره. فبطلنا بيعرفه انه هيعتذر لها علشان هي مرات الرئيس فو وسيده عيله فو كمان. فالخاين بيقول له ما يتخدعش فيها لانها
مجرد ريفية جهلة ومن غير هوية ومن غير عيلة كمان، وطول عمرها عايشة على حساب الرجالة اللي بتعرفهم. فبطلتنا بترد على الخاين ناكر الجميل وبتقول له يا راجل عيب عليك، ده انا صرفت فلوسي كلها عليك انت وامك، وبعد ما كنتوا بتجمعوا الخردة من الشوارع بقيتوا اغنياء على حسابي. ولكن الغبي بيسمع كلام خطيبته الحرباية وبيقول لهم انه مش هيعتذر لاي حد علشان هو بعد ما يوقع العقد ابو مليار هيبقى اغنى من مجموعة فو نفسها. فبطلتنا بتقول له يحلم على قده، وبتطلع على المسرح وبتاخد العقد الموقع وبتقطعه وبترميه عليه وبتكشف ان هي بنت المليونير انما الحرباية هي اللي كدابة. ووقتها فو بيشيلها وبينزلها وبيقول لها يلا بينا نهرب قبل ما عيلة كويكان تيجي. فبتطمنه وبتقول له ان العقد ابو مليار دولار هيتوقع مع مجموعة فو. ووقتها المساعد سينيان بيدخل ومعاه العقد الجديد وبيديه لبطلتنا علشان توقعه مع مجموعة بطلنا. ووقتها الكل بيتأكد ان ران هي فعلا وريثة المليونير، والحرباية لسه بتتسحب علشان تهرب، ولكن الخاين خطيبها بيمسكها وبيضربها بالقلم علشان طبعا اشتغلته وكدبت عليه. ولسه بطلتنا بتعلن عن التعاون بين مجموعتهم ومجموعة فو، ولكن بيدخل راجل مقنع وبيقول ان العقد ده هيوقعه هو مع شركة ويليام. فبتعرف ران ان الشخص ده مبعوث من شركة عمها التاني الاصغر من ابوها، وبتفهم ران ان الحرباية ممكن تكون انتحلت شخصيتها بناء على طلب عمها التاني، وبتطلب من المساعد يتحقق من الحكاية دي. وبعد ما بتخرج الحرباية بتطلب ران من واحد من رجالتها انه يراقبها كويس وبتاخد جوزها وتمشي، ولكن الخاين بيوقفهم وبيقول لهم رايحين على فين يا حلوين؟ انتوا دمرتوا جوازي من بنت المليونير وماشيين كده بكل بساطة، وبيعمل عليه انقلاب هو وضيوف الحفلة كلهم. فبتندم ران انها مشت المساعد بتاعها لانه كان هو اللي بيعرف يتصرف في المواقف اللي زي دي، ولكن فو بيهدد الخاين انه بضغطة صباع واحد ممكن يخفي عيلته كاملة من الوجود. وساعتها الضيوف بيخافوا وبيفتكروا العائلات الثلاثة اللي فلسهم من شوية، فبيبعدوا عنهم خالص وبطلنا بياخد مراته وبيمشي. وبعدها بنعرف ان الحرباية هي عشيقة العم التاني لعائلة ران وانها حامل منه، والعم التاني بيضربها علشان المشاكل اللي اتسببت فيها، فبتعتذر له وبتقول له انها بتعمل كده علشان تأمن عيشة كويسة لابنهم. اما ابطالنا فبيروحوا للجدة واللي بتفرح جدا بمرات حفيدها وبتقول لها ان هي كمان هتبقى حفيدتها بالنسب، وبتجهز لهم اوضة النوم بشكل رومانسي جدا، وبتطلب من ران تاخد شاور على جوزها ما يخلص الاجتماع. وفعلا فو بيخلص الاجتماع وبيدي المساعد اجازة لمدة اسبوع، ولما بيدخل علشان ياخد شاور ران بتكلم المساعد وبتعرف منه علاقة الحرباية بعمها التاني، وبيشوفها جوزها وبيغير انها بتتكلم مع المساعد في وقت زي ده، فبتعرفه ان المساعد المخلص اللي بتثق فيه دايما. فبطلنا بيقول لها انه مخلص ليها علشان ادالها فيزا فيها ملايين، يبقى مين بقى اللي مخلص ليها هو ولا المساعد؟ فبتضحك ران وبتسأله لو كان بيغير من المساعد ولا ايه، وبتفكره انه اتفق معاها لو قابلت حد اعجبت بيه هيطلقها. فبيسألها يعني انتي معجبة بالمساعد؟ فبتتهرب من الاجابة وبتطلب منه انهم يبداوا يخرجوا سوا في مواعيد غرامية علشان يقربوا من بعض اكتر. وتاني يوم المساعد بيتصل على ران وبيبلغها ان عمها التاني بيخطط انه يهجم على مجموعة فو، وبعدها بيصحى فو ومش بيلاقي مراته جنبه. وعلى الناحية التانية بنشوف واحد بيعمل حاجة في قصيص الزرع اللي قدام مجموعة فو، والمساعد بيفتكره مجنون، ولكن الراجل بيسأله اذا كان هو المساعد ليه. اما بطلنا فبيعرف ان مراته راحت الجبل الخلفي، ولقطات الكاميرات سجلت انها خرجت من هنا في طيارة هليكوبتر. فبطلنا بيستغرب ازاي هي من عيلة متوسطة وهيكون عندها طيارة هليكوبتر، وبيقول للمساعد اكيد مش هي، وبيأمر المساعد يدور على مراته. اما بطلتنا فبتكون رجعت لبيت عيلتها الكبير، ولما بتدخل بتشوف واحدة من الخدم اسمها فيفي بتضرب المربية، فبتتعصب ران عليها وبتقول لها ان المربية اشتغلت عندهم من 20 سنة فازاي بقى تمد ايديها عليها، وبتطلب من المربية تضرب الخدامة زي ما ضربتها بالظبط، وبتطلع فيزا فيها 30 مليون وبتقول للخدامة انها تمن تمثيل دورها لمدة 3 سنين، وبتقول لها ترجع لشغلها الاصلي مرة تانية. وبنعرف ان الخدامة دي خاينة، وبطلتنا بتسمعها وهي بتكلم عمها التاني وبتعرفه انها تنقل له كل معلومات المجموعة واخبارها، يعني من الاخر هتشتغل جاسوسة تجارية على مجموعة بطلتنا. وبعدها ران بتحط مستندات على مكتبها وبتعرف من المساعد ان عمها اتهجم فعلا على مجموعة فو. ولما الخدامة بتجيب لها القهوة بتخرج من الأوضة مع المساعد وبتراقب فيفي وبتشوفها وهي بتسرق المعلومات من الملف وبتصورها، وبتسأل المساعد عن الخاين تيان، فبيقول لها انه مش موجود في المدينة خالص وكأنه اختفى، ولكن ران بتأكد له انه لسه في المدينة ولكن مستخبي لسبب معين وهي هتعرف تجيبه بعدين. فالمساعد بيقول لها انه هيدور عليه مرة تانية، فبطلتنا بتقول له انها هتخليه يعرف مكان الحرباية وتوقعهم هما الاتنين في مصيبة. وبعدها ران بتلبس لبس الخدامة وبتروح لبيت تيان، وبتكون ام الحيزبونة بتضربه علشان ضيع عليهم العقد ابو مليار. ولما الخاين بيشوف بطلتنا بيقف وبيتنمر عليها، والمساعد بياكله بالقلم وبيقول له يفتح عينه ويشوف هو بيتكلم مع مين، وبيعرفه انها الوريثة الوحيدة لمجموعة كويكان. فالحيزبونة بتتعصب عليه وبتقول له هو في وريثة تلبس لبس خدامة
زي ده وبتتهمه انه عشيق ران وعلشان كده بيكذب عليهم، وبتقول لهم لما ترجع الحرباية هتخلص عليهم هما الاتنين. والخاين بيقول لبطلتنا انها ما تسواش انها تكون خدامة لخطيبته، فبتنده ران على الحراس وبتقبض على الاتنين وبتحبسهم في البيت، وبتطلب من المساعد يتأكد من موضوع حمل الحرباية ده، وبتعرف في الاخر انها مش حامل. وتاني يوم بتشوف الخدامة فيفي وهي بتهرب الخاين وامه من بيتها، وكمان بتوديه لبيت العم التاني واللي بتكون الحرباية عايشة فيه. وبنعرف ان المساعد حط للخاين مخدر في المية علشان يعمل علاقة مع الحرباية، والعم التاني يظبطهم متلبسين ويخلصوا من الاتنين. وفعلا بيرجع العم البيت وبيشوف الحرباية مع الخاين تيان في بيته، فبيضربها والحيزبونة امه بتتضرب وبتبقى مدعكة. وفي النهاية الخاين والحيزبونة امه بيعرفوا ان ران هي الوريثة الوحيدة لمجموعة كويكان، والعم التاني بيطرد تيان وبيدمر شركته وبيبعت الحيزبونة امه لجنوب افريقيا. اما الحرباية فبتتمسكن للعم التاني وبتقول له يسامحها علشان ابنهم. فبطلتنا بتجيب التقرير الطبي من المساعد وبتوريه لعمها التاني وبتعرفه الحقيقة وان الحرباية دي خدعته لانها اساسا مش حامل، فبيضربها وبيأمر الحراس ياخدوها لشمال افريقيا. وبعدها بيرجع ابو بطلتنا من السفر وبيعاتب اخوه عن المشاكل اللي هو اتسبب فيها وهو غايب وعلاقاته الخايبة، فبيعتذر له وبيوعده انه هيمشي حسب اوامره. بس اول ما اخوه الكبير بيديله ظهره بيخبطه على دماغه وبيسيبه ينزف وبيمشي. وبطلتنا بتنقله على المستشفى وبتعرف من المساعد ان عمها التاني هو اللي كان مع ابوها في الاوضه قبل الحادثه. في نفس الوقت ده بيكون فو لسه بيدور على مراته اللي اختفت ومش عارف طريقها لحد دلوقتي، فالمساعد بيعرفه ان مجموعه كويكان عامله حفله تنصيب للرئيس التنفيذي للمجموعه النهارده. وفعلا بيروحوا الحفله وبيعلن العم التاني نفسه رئيس للمجموعه، ولكن ران بتدخل وبتقول له انها وريثه المجموعه، والخدامه كمان بتقول انها الوريثه، والعم كمان بيأكد على كلامها. ولكن بيتفاجئ ان اخوه فاق من الغيبوبه وبيعلن ان ران هي الوريثه الوحيده للمجموعه، وبيأمر الحراس يسلموا اخوه للشرطه، وبيتعرف على جوز بنته وبيسلم عليه، واخيرا بيوافق على جوازهم. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.